صباح الخير، مساء الخير، ايش وقت ما راح تشوفونا. رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديونا اليوم كلش مطبخي. حقيقة انه اني يوم الويكند احب شوية ادلع عائلتي. شلون ادلع عائلتي؟ الواحد يسوي ريوق حلو، يسوي غدا حلو، بحيث ان الكل يكون متفق انه اليوم راح يستمتعون بالاكل. ليش؟ لانه بايام كثيره خلال الاسبوع احنا نسوي اكل مثلا ممكن يكون سريع، ممكن يكون يعجب فلان ما يعجب الشخص الاخر بالعائله، فهاي طبعا مشكله كل العوائل. فاليوم انا قررت اني اسوي لهم ريوق حلو. صراحه احنا كلش نحب الفول والحمص والبيض يوم الاحد الصبح. طبعا احنا وكل معظم الناس هنا تستعمل الفول المعلب، واكو هواي طرق لتحضير الفول المعلب. اني هاي واحده من الطرق اللي هي سهله وكلش طيبه، انصحكم تجربوها. انه تجيبون فص ثوم فقط واحد من الصباحيات، لا ثومه هوايه، وشويه فلفل سبايسي، واللي ما يعجبه السبايسي فلفل اخضر عادي، وشويه تحمسوهم بنقطه زيت، وبعدين تضيفون فوقاهم الفول، وشويه هيك يتسبكون ويا بعض، بعدين تفرشوهم بالماعون وشويه زيت زيتون من فوق، راح يصير الطعم ولا اروع. طبعا تعدلون الملح، تحبون فلفل اسود، كمون، كل واحد حسب اختياره. الحمص اللي اني جبته اليوم كان شويه جاهز معلب، فبس حطيته بالماعون ومديت عليه شويه بابريكا تنطيه طعم ولا اروع. والبيض مثل ما تشوفون شويه قطعت عليه صوصج تركي. طبعا الصوصج التركي كلش لذيذ، اللي ما مجربه يعني انصحكم تجربوه. ومثل ما تشوفون انه الجو كان يخبط. بعد الفطور سويت هيجي فنجان قهوه حتى اعدل مزاجي واصحصح. اني اشرب شاي الصبح، بس هذا ما يغنيني عن فنجان القهوه الصباحي واللي على رواق. بعد ما فطرنا والحمد لله، قلت انا كلش عاجبني اسوي ديزرت، انا كلش عاجبني اسوي حلويات، وصار لي فتره كلش هوايه دا اريد اسوي الترايفل. الترايفل هوايه طرق إلها، بس اسهل طريقه هي هاي اللي راح تشوفوها، اني اجيب بايركس او قالب واحط به شرائح البسكويت هيجي مثل ما تلاحظون، وارتبها، وبعدين ابدا اسوي المحلبي الكاستر. اني بالنسبه لي هذا الكاستر باودر جاهز، بس احط عليه شكر واحط عليه حليب، وعلى البارد اخفقهم، بعدين انزلهم على النار الى ان شويه يبدون بالغليان، واحرك طبعا مع التحريك المستمر ابدا ما اتوقف، الى ان شويه احسه تخن وبقبق الحليب، اطفي النار واضيفه فوق البسكت. طبعا اكو ممكن تسوون محلبي عادي بالبيت اللي هو نشا وشكر ويا الحليب وهم تحطوه. كل شيء جائز، كل واحد هو وشنو يعجبه. انا بالنسبه لي يحبون الكاستر اكثر من المحلبي او من المهلبيه الغير العراقيين. فطبعا هاي النوعيه كلش زينه مال كاستر الباودر، وكلش ناجحه، يعني عمرها ما فشلت وياي. فبعد ما راح اخلص الكاستر احطه بالقالب واترك الكاستر تماما يبرد. ما راح اسوي اي شيء خلال هاي الفتره، انه ورا ما اصب القالب الكاستر على البسكت راح اعوف على البسكويت، راح اعوفه حتى يبرد تماما. اعوفه فت ساعه ساعه ونص. يعني اللي يريد يحضر حلويات او طبق حلوى يعني يحط بحساباته مثلا انه يحضرها قبل 3 ساعات. هسه اني راح اخلي الكاستر بالقالب واعوفه على صفحه. يوم الاحد احنا هوايه نحب نسوي اكلات تقليديه، يعني مثلا اكلات الواحد يحب انه ياكلها باللحظه، مو مثلا نسوي اكل ونضطر ان احنا مثلا ننتظر الى مثلا العائله تتجمع فنحط مثلا الطبخه على النار نحميها بعدين نصبها. اكو هواي عوائل تحب المقلوبه، اكو هواي عوائل تحب البرياني، اكو هواي عوائل تحب مثلا الدولمه. انا قررت يوم الاحد هذا انه اسوي لهم اكله خفيفه الكل يحبها، لان احنا كلش عاجبنا نجيب بيتزا، ومرات من نسوي اوردر بيتزا من برا صراحه الجبن يكون كتير كتير وكلش دهين كلش دهني. ف أنا البيتزا مالتي كلش يحبوها، وخصوصا بنتي وزوجي، يعني صدق يقولون همنا طيبة وهمنا خفيفة، وأيضا ما تأذينا وما تنفخنا.
راح ارجع لكم على طريقه البيتزا اللي هي كلش سهله، بس هنا دا اسوي الجلي راح احطه واحط عليه شويه مي مغلي. طبعا كل قطعه جلي او كل باكيت من الجلي مكتوب عليه طريقه التحضير، وبس هو بصوره عامه انه باكيت الجلي الواحد تحطون عليه تقريبا 250 ملي غرام من المي الحار المفور، وبعدين 200 غرام بعد ما تخلطوه طبعا بسويه كلش قوي، بعدين تحطون عليه 200 غرام من الماء الفاتر مو البارد، ونظل نحرك بيه. طبعا انا حطيت علبتين جلي وظليت احرك بيه، وعفته شويه يبرد، مو تماما يبرد لاني ما اريد يتجمد، وبعدين حطيته على البايركس وهيجي خلص عندنا الترايفل. اكو ناس تحب تحط فواكه فوق الترايفل، مكسرات، انا بالبيت عندي ما يحبوها. بالنسبة للبيتزا، نرجع على البيتزا مرة ثانية. أنا البيتزا أحب أحضر المواد مالتها قبل ما أفردها بالصينية. إيش سويت لانشون، سويت فلفل رومي، سويت أيضا صوصج التركي. طبعا اللي ما يحب الصوصج التركي السجق التركي ممكن هو يعوضها بالبيبروني، بس البيبروني اني همينه ايضا اشعر به انه بيه كتير دهن ويكون نوعا ما ثقيل، فشويه الصوصج التركي يكون شويه اخف والطعم احلى. ومثل ما راح تلاحظون انه صراحه انا العجينه استخدم عجينه ال10 دقائق اللي هي عجينه ولا اروع، وتنفع لكل الانواع المعجنات سواء الفطاير سواء البيتزا، حتى نخليه النحل ممكن تعملوها بنفس العجينه هاي. مقادير العجينه كلش سهله، انه احنا نجيب كوب نفس الكوب اللي راح تعايرون به يبقى على كل المقادير، كوب من الحليب الفاتر تحطون عليه 1 ملعقة من الخميرة الفورية إضافة إلى 1 ملعقة من الشكر. ليش؟ حتى تفعل عمل الخميرة، وبعدين نتركها مدة 5 دقائق. من تبدأ الخميرة تسوي فقاعات على وجه الكوب معناها ان الخميرة اشتغلت. نيجي نحط بالعجانة او ممكن بالايد، طبعا كلها نفس النتيجة. نحط كوبين من الطحين من الدقيق مع ذرة من الملح مع معلقتين طعام من اللبن مهما يكون نوع اللبن ما يفرق وما يهم، مع ملعقة شاي من البيكنج باودر، ونضيف عليها الحليب والخميرة اللي احنا سويناها، و3 ملاعق طعام من زيت الزيتون. تعجنون إلى أن تتكون عندكم عجينة لينة كلش حلوة مثل ما شفتوها، وتعوفوها تتخمر لمدة نص ساعة أو 10 دقائق. هي اسمها عجينة ال10 دقائق. ورا ال10 دقائق تقدرون انه تشتغلون بها اذا مستعجلين. انا عوفتها نص ساعة لاني ما مستعجلة، وفردتها بسهولة راح تنفرد. وسويت اول بيتزاية مثل ما تلاحظون. كمية هاي المقادير تكفي تسوي لي 4 بيتزات من اللي انتم شفتوها حاليا، من تشوفوها حاليا. سويت لي 4 بيتزات متوسطة الحجم، كلش طيبة وكلش خفيفة، وما راح تنزعجون من تاكلوها وما راح تنفخكم. جربوها وقولوا لي شنو رأيكم. الصراحة يعني حبيت يوم الأحد شوي يكون مختلف، ما سويت أكلة ثقيلة. أنا كلش ما أحب الأكلات الثقيلة الصراحة، لأنه أنا كلش أحب الأكل وبالتالي راح أبقى آكل، أنا ما أريد آكل. هنا أنا كلش عاجبني أسوي كورنر رمضان، بس لأنه أنا عندي البيت ما زال مدى أقدر أنه أرتبه براحتي، لأنه المطبخ بعد ما خلصان فالعمال يدخلون ويطلعون. طبعا مو يوميا العمال يجون، لأنه حسب الأشياء اللي تكمل بالمطبخ أوردرات تجي. فهنا أنا حاولت أنه أنا أحط الإضاءة مال رمضان. طبعا أنا هاي السنة ما اشتريت شيء لأنه عندي من العام، فحبيت بس أجرب. كل مرة أحط الإضاءة على الستارة على البردة ناحية الشباك، فقلت خليني أجرب أحط هنا فوق هاي المراية. ايش قد أخذت مني وقت. إذا أكلكم أني ساعة كاملة قاعدة ألزق وأشيل وأحط وشغلتها. هي حلوة بس المنظر النهائي ما عجبني. فايش تتوقعون؟ بقيتها لو غيرت مكانها؟ تابعوني بالفيديو القادم إذا تريدون تعرفون شنو صار بترتيبات رمضان أو ديكورات رمضان، لأنه شوية هيجي إحنا بالغربة نحب إن إحنا نسوي ديكورات. طبعا هو العالم كلها هسه تسوي ديكورات لأنه ترند، بس بالحقيقة أنا هدفي ومثل كل العالم هدفنا أنه إحنا نعلم أولادنا أنه أكو حدث حلو دا يجي يخص الدين مالتنا، خصوصا اللي عايشين بالبلاد الأوروبية.
فتابعوني بالفيديو القادم شوفوا ايش راح يصير. وبنهاية الفيديو ما أوصيكم لا تنسون اللايك والاشتراك إذا حبيتوا الفيديوهات مالتنا، وانتظر تعليقاتكم، وباي باي، مع السلامة.